من الرباط، جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون تيموثي موساكابا دعم بلاده الراسخ لمغربية الصحراء وتثمينها الدائم لمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واصفاً إياها بأنها الحل الوحيد المعقول وذو المصداقية تحت الجهود الأممية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. كما لم يتوان في التعبير أكثر من مرة عن تقدير وامتنان بلاده المتواصل للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً لدعمها في ظرفية الانتخابات الأخيرة، وأيضاً لدعمها خلال ترشحها لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة. وعقب مباحثات ثنائية بينهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية، دعا وزير خارجية سيراليون نظيره بوريطة إلى زيارة سيراليون بعد نجاح الانتخابات فيها، وكشف عن ذلك خلال لقاء صحافي جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء اليوم الاثنين. وقال تيموثي موساكابا أمام وسائل الإعلام الحاضرة: إن دعم المغرب لسيراليون متواصل في السنين الأخيرة، وأود شكر جلالة الملك محمد السادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال هذه الزيارة منذ يوم الجمعة الماضي، مضيفاً أن أهمية علاقاتنا المشتركة وتقارب وجهات النظر بين بلدينا جعلا من الضروري إجراء زيارتي الأولى خارج بلدي إلى المغرب منذ تعييني وزيراً للخارجية، لافتاً إلى أن دعم بلاده لمغربية الصحراء ثابت ترجمه افتتاح قنصلية عامة لسيراليون بمدينة الداخلة. وتابع في نبرة ثناء على الدبلوماسية المغربية: نقدر جدا في سيراليون هذا الدعم المغربي غير المسبوق الذي يثمن علاقة طويلة جدا بين بلدينا، وقد توجد بفضل مجهودات الملك محمد السادس ورئيس جمهورية سيراليون، معبرا عن استعداده لتطبيق بنود ومقتضيات اتفاقيات مشتركة موقعة خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون بالداخلة في أبريل الماضي، قبل أن يجدد بوضوح دعم سيراليون القوي لترشيح المغرب لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029.